سؤال جميل. لو انت بتعملي كل اللي بتقدري عليه، تقري، تفكري، تحاولي تفهمي نفسك وطفلك، وبرضه في لحظات بتحسي انك بتغرقي، النهارده الحلقة دي ليكي. مش لانك محتاجة تكوني مختلفة او مثالية، ومهم افكرك دايما بده وافكر نفسي كمان، لكن لاني محتاجة، ولانك محتاجة ترجعي تسمعي نفسك. يمكن تسألي نفسك: ليه رغم كل الوعي اللي عندي، وعارفة الصح والغلط، وعارفة احتياجاتي واحتياجات طفلي، برضو لسه بنفعل؟ برضو ده في لحظات بحس فيها اني مش قادرة. الحقيقة انه ده مش نقص فيكي ولا نقص فيا، عشان انا اوقات كتير برضو كده، وكنت اكتر من كده بكتير جدا. الحلقة المفقودة غالبا إنه جسدك اللي كان بيتكلم، والوعي لسه فاضل هنا مش هنا. لغة الجسد، مش بمعنى لغة الجسد الحركات بس، لغة جهازك العصبي. مش في إنك ما كنتيش تفشلي ولا مرة. تخيلي، كل الوقت، كل انفعالاتنا، كل الرياكشنز بتاعتنا والديسيجنز اللي بناخدها على فكرة هي نتيجة مشاعر وأفكار، ونتيجة بروجرامز، برمجة، برمجة في أجسادنا. البرمجة دي يعني ممكن يكون عمرها 20 30 40 سنة. يعني خليني أقولك اللي بعده بيحصل معايا كتير كده. تخيلي الصبح، اختار مثال بسيط، وسمعت كتير أمهات بيحصل لها كده الصبح somehow. تخيلي. تخيلي معايا، في وقت طيب، في طفل لسه ما صحيش كويس، لسه بيرفض كل حاجة بقولها، لسه على طول بيقول لأ. صوتك يبتدي هادي في الأول، بعدها بيعلى شوية، بعدين قلبك بيدق، بتشوفي الساعة ونفس الحاجة كل يوم، وزهقتي، بتحسي إنك خلاص. أنهو وعي وأنهو مش عشوائي. ده جهاز عصبي بيحاول يقول: في ضغط، أنا مش قادر، أنا بتعامل أكتر من أنا مستحملة، في طاقة محتاجة تطلع. فتطلع إزاي؟ في غضب. اللي بيحصل بالظبط إنه الجسم بيتصرف كأنه في خطر، حالة نجاة، حياة أو موت. حتى لو الموقف بسيط، العقل بيقول ده مفيش حياة أو موت، لأ، بس جسمنا مصدق. انتي في اللحظة دي مش ضد نفسك، ولا جسمك ضدك، هو متبرمج وبيحاول يحميكي. السؤال هنا ايه؟ ممكن تسأليني: هل ده يعني إنه اللي بيحصل ساعتها هو انعكاس للماضي؟ بالظبط. بالظبط. الجهاز العصبي مش بيحس باللحظة، مش بيحس باللحظة الحالية، هو كمان معاه كل القصص. ولو احنا we are not mindful about the moment، هو اللي هيشتغل، هو اللي ماسك القيادة. فهو على أساس برمجته القديمة والقصص اللي من الماضي اللي بيحملها، اللي بتفكره باللحظات دي، اللي هو كان حاسس فيها بالخطر، بالرفض، بالوحدة، بعدم الانتماء، بالاباندمنت. كل ده بيتشاف في الموقف. وباللي عند الأمهات خصوصا، عشان الأمهات معظم الوقت بيكونوا تعبانين، ما بيشوفش الموقف كأنه جديد، هو بيرجع بيحس بيه كأنه الموقف زي ما بنقول في السايكولوجي it's a projection لموقف قديم. ولأنه كمان هنا بيجي السايكل الديناميك ما بين الطفل والأم. الطفل خصوصا الأطفال الحساسين بيتعاملوا من خلال إحساسهم بالأمان. يعني
حتى ولو بتباني وبتقولي كلام هادي، هو مش بيسمع الكلام على قد ما بيسمع طاقتك في الوقت الحالي. فلو انت نفسك مش حاسة بالأمان في جسمك، صعب قوي على الطفل انه يحس بالأمان، خصوصا الصبح أول ما بنصحى. احنا كمان الكبار وعارفين قد ايه لما بنصحى بنكون محتاجين هدوء. تمام، ماشي. الأمان بينتقل للطفل قبل الكلمات، وده السبب انه اول خطوة في التربية الواعية اللي كتير مننا بينساها هي انك تكوني في امان جواكي انت، مش بالتصرفات ولا بالكلام ولا بالتولز. اسأل نفسي، هل انا حاسة بالامان او خايفة من حاجة؟ حتى ولو انا مش عارفة، جسمي متوتر، مش متظبطة. احنا عايزين دلوقتي نسمع جسمنا، نسمع جسمنا بس. يلا ناخد مع بعض نفس دلوقتي. ايوه دلوقتي، يلا يلا. روحي المكان هادي. لو انتي دلوقتي في مكان مليان ناس، نفسي مع بعض. لو جسمك لقيتيه مشدود او مش مرتاح، او لاحظتي انه في مفيش احساس، برضو تمام، مش لازم تصلحي اي حاجة، كفاية انك بتلاحظي وبتجربي. سكري بس نفسك دلوقتي، بصي حواليكي، شوفي لو في حاجة هنا بتفكرك بالأمان، نبتة، حاجة حلوة بتحبيها في بيتك أو في المكان اللي انتي فيه، حاجة لابساها، قهوة. قولي لنفسك أنا في أمان، أنا بأمان دلوقتي. ومجرد إنك النهاردة تبحثي عني وعن الوعي، ده فعل شجاع جدا. أنا عايزة أقول شكرا. مش كل أم تدي كل الأهمية دي لعلاقتها بنفسها. الأمان في الجسم طفلي يقدر يتعلم منه ومن خلاله يسمعني. كل مرة بنختار الاتصال بدل السيطرة، احنا فعلا بنقود العلاقة ما بيننا وما بين طفلنا بنضج، maturity.